أعلنت الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود عن خطوبتها من الأمير عبد الله عبر بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، حيث قامت بنشر بث مباشر جمع بين الأميرة أضواء والأمير عبد الله، بالإضافة إلى منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة. وقالت منال الحسن: صارت واضحة، اسمحوا لي. لترد عليها الأميرة أضواء قائلا: أسمح لك يا منال. وبعد موافقة الأمير والأميرة قامت منال الحسن بالإعلان عن الخطوبة، فقالت منال الحسن: خلينا نقول مبروك يا جماعة، الأمير عبد الله والأميرة أضواء الله يتمم لهم على خير وادعوا لهم. وقالت منال: إنهم ليس إخوان كما كانوا يظن البعض. وألقى الخبر تفاعلا واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا التهاني والمباركات للعروسين وتمنوا لهم حياة سعيدة، ليرد الأمير والأميرة بعدها على التهاني والمباركات التي وجهها لهم المتابعون وحضور البث. ويذكر أن الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المواهب، وهي عضو في مركز مستشارك ورئيس جمعية الأصيل للإبداع والفن التشكيلي، كما إنها تظهر اهتماما خاصا بالتوعية والصحة النفسية والعقلية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.